السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معكم منار أو أكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا السمك الجميل ده، عملنا السنجاري وعملنا بوري مشوي. طبعا أنا عملت معاكم قبل كده البوري المشوي، إن شاء الله هحط لكم الفيديو تبعه في صندوق الوصف. وعملنا سنجاري مع بعضنا زي ما قلت لكم، وعملنا سلطة وعملنا مخلل وحطينا مخلل طبعا، وعملنا بابا غنوج. ان شاء الله هنزل لكم طريقه البابا غنوج برضو والفيديو تبعه في صندوق الوصف. وزي ما قلت كده، الاكل وجماله ما شاء الله. اهم حاجه اعملوا اكلكم بحب. كل ما تعملوا اكلكم بحب هيطلع معاكم بسم الله ما شاء الله وسبحان الله. هي العين بتاكل قبل البق. شايفين الاكل ومنظره؟ شايفين السنجاري وهو طالع من القارب ما شاء الله. جوه في الفيديو هتلاقوا كل الملحوظات وكل التكات. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من ام منار. ويلا بينا نشوف الاكل الجميل ده اتعمل ازاي. اول حاجه كده اخدت بوريتين، وجبت المقص وقعدت بقى ايه، اخد الزعانف كده اقصها من السمك. او دي اول حاجه ما تمسكي السمك، حتى وفي في البولت برضو هتعملي نفس الحركه. وبدات ان انا وبدأت إن أنا أشيل الزعانف كده حبايبي. وهبدأ بقى كده بعد ما أشيل الزعانف هنبدأ كده نقشره بالعكس، من عند الديل لفوق، من تحت لفوق. ده عكس الايه القشر عشان يطلع معانا بسرعة. بالسكينة كده من الجنبين لحد ما شلت كل القشر. حتى خلوا بالكم في قشر برضو في الجوانب ديت، لازم ناخد بالنا نشيلها. وجبت السمكة التانية هقشرها كده وانضفها وهجيلكم بقى. غسلته وغسلة كويسة، وبعدين هرجع تاني نفتحه مع بعضنا. علشان طبعا مش من عند البطن بيتفتح، لا ده غلط. هنيجي كده من نص بقه، من عند راسه كده من فوق، وندخل المقص كده ببقه. وهنبدأ نعمل السمكة كده، نقصها بالمقص علشان نفتحها من الأول للآخر. من الأول للآخر. بالنص كده يا حبايبي. وبعدين هجيب السكينة هقطع كده لحد ما اعملها افتحها خالص. تمام. وهنبدأ بقى نفتحها خالص كده، وبعد كده هنطلع كل اللي في قلبها، الخياشيم وال وال والمصران اللي جواها، واي دم واي حاجة بيبقى في السفاية اللي في النص ديت، بيبقى فيه دم كده بين السفاية وبعضها. لازم ناخد بالنا واحنا بنطلعه برضو. بدأت كده افتحها اهوت. زي ما قلت لكم طريقه سهله وبسيطه، مش اي حاجه. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو تنظيفه واحنا بنسويه كله خطواته واحده بواحده. واي حد عايز اي حاجه في الكومنتات يتفضل يكتبها وانا هعملها له. بدات ان انا اشيل كده زي ما قلت لكم كل حاجة في بطنه لازم نشيلها طبعا. ولو لقيتي بيه فيها بتروخ، ده البتروخ ده بيبقى جميل وطعمه جميل. سيبيه يركنيه على جنب يتغسل ويتحط معاها عادي في الصينية، مفيش أي مشكلة، بيبقى طعمه جميل. ناخد بالنا. بدأت ان انا اطلع اهوت في اي حاجة، اي حاجة قدامك. في حاجات بتبقى سودة كده، بعد ما تشيل الحاجات الوحشة كل اللي في بطنه. طبعا شايفين في السمكة التانية انا لقيت فيه بطروخين اهوت، فحطيتهم على جنب هغسلهم. طبعا ده اهم حاجه، نغسله غسله كويسه. في الحاجات السوداء اللي بقول لكم عليها عادي بتطلع عادي بسهوله، ما فيش اي حاجه لازم أن تطلعيها عشان ما تلاقيش فيها اي زفاره. ناخد بالنا من السمك بالذات، لازما نطلع اي حاجه فيه وحشه عشان ما يكونش فيه زفاره وانت بتاكلي، ما تشميش الزفاره ولا تحس ان فيه زفاره. بدات ان انا اغسله غسله كويسه كده تحت الحنفيه، تحت الميه كده. اي حاجه بقى هتقابلك هتطلعها اول باول. هغسله بقى كده غسله كويسه ونرجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. طب هيتنقع ازاي يا ام منار؟ انع ليمونتين في بوله صغيره كده، وشويه خل، حوالي ربع كوبايه خل. وبدات ان انا اعصر عليهم الليمون كده. ودولت كده هحطهم على السمك وهرجعه الصينيه تاني، وهحطهم كده على السمك وهشيل من فوق لتحت السمك علشان بقيه الليمون والنعي ده عشان ينزل تحت يشيل لكل الزفارة من فوق لتحت. تمام. دي خطوة مهمة جدا قبل ما تعملي فيه أي حاجة وقبل ما تدخلي الفرن. وهنرجع بقى تاني نجيب معلقة هرس الشطة، عليها توم وعليها ملح، ومعلقة بقى بهارات مشكلة بقى من اللي فيها كل التوابل اللي بتحبها. وإن شاء الله هحط لكم صندوق التوابل ازاي تعمليها في البيت في صندوق الوصف. ومعلقة توم كبيرة حلوة كده، واللي حطيت ليمونتين. وحطينا بقى كده ايه، وبدأنا ان احنا نقلب تقليب مستمر كله ببعضه كده. طبعا انا عارفه ان حديث الشطه فيها ملح، فانت لو حابه تزودي ملح هتزودي. انا كده كده هحط ملح لسه في حاجات تانية او في الخضار اللي هيتحط عليه. وبدات ان انا اجيب الفرشه واخد كده
اخد كده من الخلطه الجميله اللي انا عاملاها دي. حابه تعملي طماطمايه في الخلاط مع الخلطه انت براحتك، انا ما حبيتش ان انا احط طماطم علشان ما احسش ان هي فيها صلصه كتير. دي حركه مهمه جدا، بتحس بطعم السمكه، لان السمك ما هو السمك في صلصه، ده سمك سنجاري. بدات ان انا احط الخلطه كده عليه التتبيله، ومعايا بقى فلفل الوان جميل متفرز معايا في الفريزر، ومعايا طماطميه متقطعه كده. وبدات ان انا اجيب شويه ملح مبخر واقلبهم بقى كده. انا حاطه بهارات مشكله في السمك، فانا مش هكتر بهارات عشان طبعا معدتنا وكده. ومعانا بقى بطاطسايه واحده قطعتها شرايح خفيفه زي الشيبس كده، خفيفه قوي. وبدات ان انا ارصها في القارب علشان طبعا دي هتحافظ لك على شكل السمكه من تحت، وتعرفي تشيليها تنقليها من القارب للطبق بكل سهوله. بتحافظ لك على السمكه وبتخليها ما شاء الله جميله كده، وبطاطس طعمها جميل ما تتعمل مع السمك. بتاكلي بقى الرز بتبقى جميله وطعمها جميل. جربوها بنفس الطريقه. وشلت السمك كده حطيته في القارب طبعا. وبدات ان انا اجيب الخلطه بتاعتنا بقى الجميله، الفلفل الالوان مع الطماطم المتبل بالليمون والملح المبهر. وبدات ان انا احطه كده، اوزعه كده على السمك بالتساوي. طريقة سهلة وبسيطة، وأكل كده يفتح النفس. وسبحان الله قبل ما تدخل الفرن العين بتاكل قبل البق. شايفين منظرها وشكلها؟ بقيت الخضار بقيت ان انا احطه على البطاطس كده، من على البطاطس في القارب، يدي شكل ومنظر كده جميل. وهنبدأ بقى نقطع ليمون شرايح، وهبدأ ان انا ارصه كده عليه في النص السمك كده. طبعا السمك ده بيكون روحه الليمون والكمون، ناخد بالنا. الليمون بالذات يعني ما شاء الله، كل ما يكون فيه ليمون اكتر كل ما يكون طعمه احلى ومزز كده وجميل. هبدأ كده احط حوالي معلقتين 3 زيت على كل سمكة كده، معلقة ونص، حوالي معلقة ونص أو معلقتين لكل سمكة، علشان طبعا ما ينشفش معانا وتلاقيه جوسي كده وتلاقيه طري وجميل من جوه. حطيته في الفرن السمك بقى كده. وبدات ان انا اعمل رز مفلفل معاكم. اكتر البنوتات لسه صغيرين اولى مطبخ لسه ما بتعرفش تعمل الرز ازاي. اخدت شويه زيت حطيتهم وشويه رز كده وحمرتهم لحد ما يبقى معانا اللون الجميل ده، الاصفر الذهبي، عشان ما يكونش مر معاكي ما تغمقش. اصفر ذهبي كده فاتح. كل ما يكون اصفر ذهبي فاتح بيكون جميل جدا. وهبدا كده احط الرز واقلبه تقليب، واحط شويه ملح وشويه فلفل، التركيه الجميله اللي بتخلي الرز طعمه جميل، بدون سمك بدون اي حاجه، تكليك كده حاف من غير حاجه. شويه الفلفل الاسود دول بيخلي طعمه جميل. وحطيت شويه ميه دوبك الرز باين منه، عشان طبعا نعمل حساب ان الرز منقوع. ونسيبه بقى يغلو. بعد كده شويه هنهدي النار عليه. وادي سمك البلطي طبعا، سمك البوري اللي هنشويه في الفرن. وده السنجاري في الفرن طبعا. وهاخد بتنجانتين اعملهم برضو في ريح السمك في الفرن. ده مش هيبقى فيه يعني، مش هيجي، لان هحط لكم في صندوق الوصف السمك المشوي ازاي نشويه. وادي الرز مفلفل وجميل. وادي حبايبي السمك السنجاري بعد ما خرج من الفرن ما شاء الله. بدات ان انا اطلعه كده احطه في القارب، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا الفيديو كان جميل رائع واكثر من رائع. وادي الاكل ومنظر الاكل. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. واللي لسه داخل جديد في قناتي ما ينساش الاشتراك مع تفعيل الجرس يا حبايبي. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.